عملت لكم أكلة بحبها قلبكم، فتة الدجاج ومسقسقة بصوص اللبن والطحينة. يا ويلي على هالمنظر بيشرح النفس، طالعة أكتر من ذهب. كبرولي اللقمة تبعكم، بناخد البقدونس مع الخبز والطحينة والدجاج ومنسمي بالله. بدنا نسلق الدجاج تبعنا، أنا عم بستخدم الصدر من دون الجلد، وأنتوا فيكم تشتغلوا بدجاجة كاملة ما في أي مشكلة. شايفين أنا جايبه جاهز ومسحب منه الجلد. هلأ بنعمل تنظيفة سريعة للدجاج تبعنا قبل ما نحطه على الغاز. شايفين هذا العصب ما لنا شغل فيه، بدنا نقيمه. هيك بدي الدجاج يكون معكم 100%. الدجاج ما بدنا نقطعه لأنه بدنا نفصصه آخر شي، بس بنعمل له غسلة بالمي والملح وبنعبي عليه مي سخنة وبناخده على الغاز. بسم الله. منخلي الدجاج عم يغلي 5 دقايق، وبس طلعت الزفرة على الوش منقيمها كلها بهذا الشكل. بهارات سلق الدجاج: ورق غار، عود قرفة، عندي القرنفل وبصلة صغيرة، ملح، فلفل، بهار مشكل. هلا بننزلهم فوق الدجاج. بسم الله. ومنخليهم يستووا على راحتهم. بدنا ننقع 3 كاسات رز قصير، بنعمل لهم غسلة مرتبة وبننقعهم ربع ساعة. بسم الله. لهي الكمية اللي أنا عم بعملها 3 كاسات بكفوا. هلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نقلي الخبز تبعنا. في عندي 3 خبزات، انا بحب بهي الفتة الخبز يكون مقلي بيطلع اطيب وعم يقرش. هلا بنقطع خبزاتنا وبنقليهم مع بعض. بسم الله. اذا ما بدكم تقلوا الخبز قلي ما في مشكلة، بس حاولوا الخبز يكون ناشف. الخبز الطري ما بيطلع طيب بهي الفتة. هيك 100%. ما بدنا نكتر كمية الزيت، كمية بسيطة بتكفي وزيادة. بس حمي الزيت معنا، منسمي بالله ومننزل الخبز. بسم الله. هيك الخبز 100%، ما بدي اياه ياخد لون اكتر من هيك. هلا بنصفيهم وبنحطهم بالصحن. وهلا بدنا نعمل اطيب لبن وطحينه لحتى نحطها بالفتة تبعنا. اول شي بدنا كيلو لبن زبادي. بسم الله. بحط لهم معلقة كبيرة توم مهروس، وبدي 3 معالق كبار من الطحينة. الطحينة بتعطي طعم كتير طيب. نص كاسة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة ملح. هيك بدي قوامه، ما بدنا نحط له مي، لازم الصوص يكون تقيل. بدي اعطيكم طريقة اكتر من ذهب. انا ما رح اطبخ الرز بالمرقة، رح اطبخه بالمي، لانه المرقة بدنا نعمل فيها شغل تاني. هلا على الطنجرة بدنا شوية زيت نباتي، ما بدنا نكتر، معلقتين بكفوا وزيادة. اغلب الصبايا الرز القصير بيعجن معهم، اشتغلوا هي الطريقة وبتدعوا لي عليها. بس حمي الزيت، عندي الرز مصفيه 100% وبدي حمصه مع الزيت. بسم الله. هلا منقلب الرز على اقل من مهلنا لحتى الحبات ما يتكسروا معنا بهذا الشكل، ولا اسهل من هيك. بدي لكل كاسة رز كاسة مي. بسم الله. هلا بس بدنا نملح، ما بدنا اكتر من هيك، والملح على حسب الرغبة. بنعمل لهم تحريكة ومنخلي المي تغلي، وبس تغلي المي منهدي على الرز ومنغطيه ليستوي على راحته. خلونا نشوف الرز مع بعض. شوفوا ما شاء الله طالع معنا كل حبة واختها. هيك بدي الرز يطلع معكم. شايفين ما شاء الله على هالطريقة بتاخد العقل. وهلا صار كل شي جاهز معنا وبدنا نطبق اكلتنا. اول شي بنفضي الخبز اللي حمصناه. بسم الله. ليش ما طبخنا الرز بالمرقة؟ لأنه بدنا نسقي الخبز فيها وما تطلع الأكلة تقيلة. بسم الله. كاسة واحدة بتكفي وزيادة. بنوزع عليها الرز هو وسخن لحتى تضل أكلتنا سخنة. بسم الله. ولا أسهل من هيك. شوفوا ما شاء الله الرز طالع معنا 100%. بدنا نعمل طبقة من الدجاج. قبل ما ننزله منفصفصه بهذا الشكل ومنوزعه فوق الرز. بسم الله. هلا منسمي بالله ومننزل الصوص اللي ساويناه. يا ويلي على هالمنظر. وإذا حبيتوا زينوها بالبقدونس، تعطي شكل كتير مرتب. وبدي اعمل لها رشة سماق، بتعطي طعم وبتعطي لون بياخد العقل. يا ويلي على هالفتة اللي ما بترحم. يوم غيرت لكم ختم الشيف علي، حطيت لكم معلقتين سمنة أصلية مع كيس صنوبر أكتر من ذهب. بسم الله. ولا بنسمي بالله. يا ويلي على هالفتة اللي ما بترحم، طالعة أكتر من ذهب. هيك فتتنا صارت جاهزة معنا. هي من الأكلات اللي ضروري تجربوها، والمنظر عم يحكي عن حاله. خلونا نسمي بالله. مين متحمس مثلي على الدواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي على هالأكلة.
يا سلام على اللبن والطحينة اللي بيفتح النفس. وصلنا لنهاية الوصفة، ومثل العادة إذا عجبتكم الفتة ما تنسوا تضبطوا لنا وضع الفيديو بلايك. كان معكم الشيف علي، وهي التحفة الفنية. تحياتي لكم.